العربية، حظوظها، مستوياتها، شكون المنتخبات اللي تأهلها أو ترشحها للتأهل للدور الثاني؟ شوف، هي حظوظ متفاوتة بالنسبة للمنتخبات العربية، والمنتخب المغربي الناس الكل اللي مرشحينه معناتها باش يمشي لبعيد في الكأس العالمية. لكن عادل فما حاجة لازم الناس الكل تعرفها، اليوم المنتخب المغربي أصبح كتاب مفتوح بالنسبة للمنتخبات الكل في العالم. حاجة أخرى، النتيجة نتاع كأس العالم اللي فاتت معناتها في الدور نصف النهائي وصل لكأس العالم، اليوم معناتها تنجم تكون راهو الضغط نتاعها سلبي، خاطر ما يلزموش يعمل اقل من دور نصف نهائي. حاجه اخرى، مباراه الفارطه امام المنتخب النرويجي فما زوز اصابات نجم تكون عائق امام المنتخب المغربي. اليوم الزلزولي اللي هو من احسن اللاعبين في المنتخب المغربي نجم يكون خارج المونديال. المزراوي كيف ان شاء الله الاصابه على مستوى الكتف ان شاء الله ما تكونش اصابه كبيره وان شاء الله يكون موجود. هنا زاد الدور الاصابات ينجم يحكم على المنتخبات هذه اسكو باش تمشي لبعيد ولا لا. حكيمي يرجع في الدور النهائي ربيط الابطال، في الدور النهائي اياب، معناتها لهنا ان شاء الله حكيمي يرجع للفورمه نتاعو وان شاء الله يكون الاضافه قاعدين نشوفوا فيها في البي اس جي. المنتخب المغربي معناتها صحيح عندهم لاعبين ممتازين. في الفينال ضد الارسنال ما شفتش حكيمي؟ فينال ضد الارسنال اللي قلت ان شاء الله يرجع للفورمه نتاعو، كان ابرز لا خد بريود بعيد على الميادين، كان عنده اصابه. رجع صالح تو بالطبيعه ان شاء الله يرجع للفورمه. نحكي الفورمه اللي نعرفوها عليها في باريس سان جيرمان منذ بدايه الموسم، خاطر حكيمي كان من اقوى اللاعبين، كان مش احسن اللاعبين في باريس سان جيرمان ونعرفوه، معناتها ظهير ايمن عصري، اضافته كبيره برشا في باريس سان جيرمان، وقيمته ثابته وكبيره زاد في المنتخب المغربي. صحيح. دونك لهنا المنتخب المغربي راهو زاد باش يكون عليه ضغط. بالنسبه للمنتخب المصري تفرجت فيه كونتر البرازيل، الحقيقه المنتخب المصري ند للبرازيل وكان ينجم هو ينتصر. المنتخب المصري قدم في مباريات كبيره، الحقيقه تكتيكيا عنده فكر جماعي ممتاز وممتاز جدا. الروح نتاع حسام حسن نعرفوه، حسام حسن بارفوا يخرج على ذكر الروح. هنا ساعات الميساج يوصل للاعبين من خلال الروح نتاع الجرين اللي نقولوا احنا نتاع المدرب وحتى ستاف تكنيك الكل. ما نعرفش صالح كان لاحظت عند عزف النشيد الوطني المصري كيفاش واقفين الملاعبيه نتاع مصر وكيفاش تفاعلوا وكيفاش القليب كانه فينال نتاع كاس عالم. يعني في رغم زاد تحس ان الملاعب اللي يحب يعطي، الملاعب اللي يحب يقدم كل ما ليه وكل ما لديه باش يكون احسن ممثل للبلاد نتاعه في هذا المحفل الكروي الكبير. فما ديتاي صغار نشوفوهم وممكن من خلالهم توقفوا عندهم حتى نوصلوا ميساجات زي ما توصل لمن يهم الامر، خاصه بالنسبه للبعثه. وهذاك العادي عادل راهو اللي قاعدين نشوفوا فيه في المنتخب المصري لازم يكون في المنتخبات الكل، معناتها تصير خاصه العربيه. اليوم وجودك في المنتخب في حد ذاته تكريم وتشريف ليك، معناتها يلزمك تدافع على العلم. اليوم جندي انت في الرياضه، معناتها جندي من جنود الوطن في الرياضه، يلزمك تمثل احسن تمثيل منتخب بلادك، ويلزمك تحس بالناس الكل وتحس خاصه بالشعب اللي وراك وبالناس اللي واقفه تستنى في النتائج نتاعك. دونك لهنا حاجه عاديه. وشوف الروح هذه قاعدين نشوفوها برشا في المنتخب المصري المنتخب الجزائري ايضا، المنتخب الجزائري والمغربي، حتى تونس زاد ان شاء الله معناتها تبدا موجوده، خاطر احنا تو قاعدين نقلوا من رواحنا شويه عادل، لكن زاد حتى التوانسه نحبوا العلم وتوانسه نحبوا ندافعوا على حد مشاكك عاد. اذا كانت قلده في مخك حتى حد ما قال فما الناس شوف مش الناس كل كيف عاد. شفتك انت حكيت على المنتخب المصري في مباراه البرازيل، انا قلت لك الوقفه نتاعهم في النشيد الوطني، الجرين يظهروا عليهم الحماس اللي يتبعوا في النشيد، يتفاعلوا مع النشيد. في عدد كبير يلعبوا محليين في البطوله المصريه، حتى اللي يلعب برا، حتى اللي يلعب برا لازم زاد يكون فراه في النشيد الوطني محترم العلم، ويلزم واقف كما يلزم، خاطر هو مش راهو جيست باش يلعب مباراه ويمشي على روحه، لازم يحس بالبلاد ويحس بالانتماء ويحس بالغيره. ديسبليني وقت اللي يمشي لشخصيه معينه، يكون ديسبليني وقت اللي يظهر مع العلم، ويكون ديسبليني في التيران، يكون ديسبليني في الاوتيل، يكون معناها هذه العوامل الاساسيه لنجاح اي منتخب. اليوم حكى فريد منذ قليل على الاجواء، قال لنا نتساءل على الاجواء في حجرات الملابس، عملناش نعملوا مشكله المنتخب التونسي وشرط تكون الامور 5 على 5 وعلى العال، لكن فما ديزانديز، فما هكا بعض المعطيات خلينا نتساءل، وان شاء الله تساؤلاتنا ما نقولش شكوكنا تطرح معناها تكون خارج ماهيش صحيحه، يعني بعيد عن الواقع. راهو الطريقه اللي احنا قاعدين نستقطبوا فيها في اللاعبين اللي بناسيونال توانسه راهم عندهم الجنسيه التونسيه، مش فرق في الجنسيه هنا. راهو احنا في طريقتنا كي نجيبوا ملاعبي والله عندنا أشرة ونقنعوا في اللاعب، والله احنا عندنا حتى اللاعب تيجينا نديريه كانوا عامل مزيق اقتنع باش جاي يلعب معنا، فبالتالي الانتماء راه ما يكونش كامل نحبه ولا نكرهه.
الملاعبي اللي يجيك حتى في منتخبات اخرى سي فريد صار هذايا راهو عندهم راهو باش يجيبوا ملاعب في تونس موجود. صلاح ما تصورش حتى في نعطيك حاجه سي فريد ولا غيره ما تصورش. لا باش نعطيك حاجه كان عنده باش نعطيك حاجه راهو فما ملاعبيه في منتخبات اخرى خذيت فلوس باش جات المنتخب. سامحني لولا الاموال ما جات في المنتخب. ما نحبوش نذكروا الاسماء لكن عطاو فلوس. اللاعبين اللي استقربناهم معنا فما لاعب ينجم يلعب في فريق اوروبي حتى باش يقول لك انا ولا اليوم. لا حكيت انا على احنا يا سالع شوي احنا حسونا وكونه استقطاب اللاعبين هذا يعتبر انجاز، فبالتالي الملاعبيه هذم كي جاونا اون ديري كانهم معناتها حاجه معناتها التواضع منهم، جاوا يلعبوا مع المنتخب التونسي. بطبيعه الحال الامر هذا يتطلب وقت باش تبدا فما الاكثر في تصريحاتهم سي فريد، في تصريحاتهم الكل يقول لك احنا شرف لينا نكونوا موجودين مع قبل. هذه تصريحات كلاسيكيه، تصريح يعني طبيعه الاشياء ابسط شيء يكون شرف ليه ويشرفوا ويعرفوا المنتخب التونسي والانتماء للمنتخب التونسي. يعلم بك الرب يا عاد القلب يعلم بك الرب خاطر يا خويا اسمع، احنا يا كابتن ما نعرفش كان توافقني ولا لا، بيناتنا الملعب الميدان هذا هو اللوجيك. ورينا يا خويا، اعطي كل ما عندك وبعد كل حادث حديث، اعطينا كل ما اللي انت عندك الحق وعندك الاحقيه وعندك الشرعيه باش تنتمي لمنتخب تونس وتحملك الزي ذاك، ونعيطولك باش تلعب كاس العالم اللي فما ناس زاد رشحت المنتخب باش يمشي لكاس العالم مش موجوده، وهذيك طبيعه الحياه وسنه الحياه، لكن على الاقل تمتي جدارتك باش تكون موجود وتحملك الزي ذاك وتاخذ قدام العالم اللي 12 مليون تونسي يستنى معناها في ابداع ويستنى في نتائج ويستنى في مستوى يليق بتونس بسمعتها بتاريخها. ونذكروه اللي احنا لسابع مره على مش على التوالي موجودين في كاس العالم، يعني 7 مرات. لكن رقم قياسي عربي واحد يعتبر. نعم سامحني، يعتبر رقم قياسي عربي مع التقييم شكون مع المنتخب السعودي تقريبا، مع المنتخب السعودي. يعني في نهايه الامر معناها راهو الشرف لاي لاعب انه يكون موجود في المنتخب التونسي. تفضل كابتن. تلعب في المنتخب واجب وطني، حاجه معروفه. اليوم في المغرب البطوله قاعده تلعب صحيح، ما فما حتى لاعب موجود في المنتخب المغربي. في الجزائر البطوله قاعده تلعب ما فما لاعبي في المنتخب. اليوم ما فما حتى مسؤول من الجمعيات الكبار لا في المغرب لا في الجزائر وقال علاش ما تهزوش الملاعبي هذا من الفريق نتاعي وعلاش ما تهزوش هذا وهذا يا باهي. اليوم احنا في تونس المنتخب واجب وطني ولا حاجه اخرى ولا واجب استثماري. اليوم ولينا نهزوا في الملاعبيه باش الجمعيات تاخذ الفلوس. هاي المشكله الكبيره. اليوم في المغرب ما فما حتى ملاعبي من الرجاء يلعب في المنتخب، ما فما حتى ملاعبي من الوداد يلعب في المنتخب. في الجزائر نفس الشيء. اليوم احنا ولينا نتعاركوا فريد عشويه، ولينا نتعاركوا انا والملاعب اللي يمشي ليكيب ناسيونال يستاهل ولا ما يستاهلش باش الجمعيه تاخذ الفلوس. لا، منتخب ماهوش تاع استثمار، منتخب واجب وطني باش تلعب الكره اللي يستحق يمشي. اليوم ما ظهر لي كان الناس كل تستحق باش تمشي ليكيب ناسيونال، فما ملاعبيه ما لعبوا حتى مباراه في المنتخب موجودين في المنتخب. وتحكي على البطوله لكن في المغرب والجزائر 3 حراس ومعهم الشيخاوي وشوات وبن حميد هذوما اللي موجودين. لكن في المغرب والجزائر يا لسعد ما عندهمش مكان اللاعب المحلي، خلينا نكون واضحين. لا فما ما عندهمش مكان. لا فما ملاعبيه فما بورسكوت ملاعبيه تلعب في اعلى مستوى اوروبا، ما ينجمش يكون لاعب محلي اللي موجودين في افريقيا يلعب في اي فريق اوروبي. يا لسعد المغرب والجزائر قدام حكيمي قدام زهراوي ما نجمش يلعب. لسعد المغرب والجزائر الممرن عنده لارج شوا كبير برشا في اللاعبين اللي يلعبوا في اوروبا. ما اللاعب المحلي حتى ولو يكون بارز ما عندوش مكان مع اللاعب اللي يلعب في اوروبا اللي يلعب في المستوى العالي. عنده مكان باش يلعب في المنتخب؟ شكون؟ ما نكونوا صراحه على البطوله اللي عندنا ما عندناش. لكن علاش نعملوا في العرك هكا هزيت هذايا وهز هذايا باش ياخذوا 300,000 دولار؟ يا ودي راهو منتخب راهي تونس، راه ما يهمنيش فيك انا تاخذ 300,000 دولار ولا لا. هذا اللي يمشي ليكيب ناسيونال لازم يستاهل. اليوم فما ملاعبيه اليوم ولات الليسته تخرج وكل جمعيه عندها باي، هذاك هزوا يعطي 300 الجمعيه هذه و150 يقسموها 150 لهنا عيب عيب. هذا منتخب راهو، هذا واجب وطني، هذا يمشيوا له كان الملاعبيه اللي يستحقوا باش يلبسوا المريول. ما نمشيوش على خاطر الجمعيه هذه عندها كريدي ايضا نهز منها ملاعبي من هنا ياخذ 300,000 دولار ونخلص بها اللي عندي. عيب عيب. هذا تونس وتونس يمثلوها في جنودها في ملاعبيه نتاعها في اساتذتها في اي حاجه. هما الرمز الكبار اللي عندهم مستوى ينجموا باش يلعبوا ضد لسعد هما 5 ولا 6 فيهم 3 بار اوبليغاسيون. فما 3 بار اوبليغاسيون لانه احنا معنا حتى حارس محترف موجودين
وحاجه اخرى عاد موجودين. احنا كمدربين ونحاول باش نطوروا في كره القدم نتاعنا، لازمنا نكونوا صراحه مع بعضنا. اللي ما يسحقش المنتخب التونسي ما عندوش امكان. اللي يحب ياخذ 300,000 دولار فهمتني يمشي يسلفها من البنك، ما ياخذهاش على ذلك الموضوع. معتز النفاتي صحيح. اللي يحب 300,000 دولار يسلفها من البنك. لا سامحني يا استاذ